السلام عليكم. الخليفة بصفة عامة هو قائد دولة الخلافة وكيطبق القانون عن طريق الشريعة الإسلامية كيف ما جات في النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة. واللقب كيعني خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اللقب كانوا كيتنافسوا عليه الحكام المسلمين منذ تفكك الدولة العباسية، وكل من كون إمبراطورية سواء في المشرق أو المغرب كان يتسمى خليفة. وأول من حمل اللقب في المغرب هم سلالة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين، وظل هكا الحال حتى زمن العثمانيين اللي خداو اللقب واحتفظوا به حتى عام 1924 عند إعلان إلغاء الخلافة مع آخر خليفة عثماني عبد المجيد الثاني. والسؤال هو كيف ما قريتي في العنوان، علاش لحد الساعة ما كاينش خليفة رغم أن هنالك 9 ممالك إسلامية، واحدة منهم تأخذ الأحكام القرآنية والأحاديث الصحيحة كقوانين للدولة، وبداخلها أقدس مدينتين في العالم الإسلامي، ومملكة أخرى تقع على عاتق حاكمها السلطة الدينية لجانب بقية السلط، رغم أن عنده لقب ديني ورثه على أجداده. بالإضافة لامتداد نفوذ إمارة المؤمنين المغربية في بلدان غرب إفريقيا، وذلك عن طريق مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتنسيق مع جماعة الطريقة التيجانية اللي يقدر أتباعها بالملايين في هذه البلدان، وتعترف بملك المغرب أمير المؤمنين. غنجاوبوا على هذا السؤال بعد الفاصل. عام 1923 بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك نهاية السلطنة العثمانية وولادة الجمهورية التركية وعزل آخر سلطان عثماني محمد السادس، ولكن بقى نظام الخلافة لبضع شهور على رأسه الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني، لأيدات بعض الأطراف أنه يتم الاحتفاظ بهذا المنصب وإدخال إصلاحات عليه. ولكن الجمهورية التركية بالفكر العلماني كان عندها رأي آخر، وهو عزل كل ما له علاقة بالدين والسلالة العثمانية، فتم عزل الخليفة في عام 1924. واش عبد المجيد الثاني هو آخر خليفة؟ الجواب هو ولا حيث كان آخر خليفة معترف به دوليا، ولا حيث كان قبل منه واحد الشخص سبق له أعلن نفسه خليفة قبل سقوط الدولة العثمانية وحظى بدعم عربي وأوروبي، هو الحسين بن علي شريف مكة وقائد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية لأجل استقلال العرب وتحقيق حلم توحيدهم داخل مملكة موحدة بقيادته. لذا مجرد حلم. المهم الثورة أدت لاختلال الاستقرار في الدولة العثمانية وسرعت بسقوطها، رغم أن العديد رفضوا الشيء اللي دار الشريف حسين من بينهم العرب بحجة أنه خرج من بيعة الخليفة العثماني وتعريض مكة والمدينة للخطر. لكن الشريف الحسين حظى بدعم بريطانيا العدو الأول للعثمانيين، وحتى لديك الساعة كانت مازال أقوى بلد في العالم، فقام بتأسيس المملكة الحجازية الهاشمية على أنقاض الدولة العثمانية في الجزيرة العربية. وكذلك أبناؤه أسسوا ممالكهم في الشام، واحدة فيهم مازال مستعمرة لحد اليوم، هما المملكة العراقية الهاشمية بقيادة الملك فيصل الأول اللي سقطت بانقلاب دموي في عام 1958، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الأول. وفور إعلان الشريف حسين نفسه خليفة في عام 1918 اعترف به أبناؤه كخليفة المسلمين، وتوقعوا من باقي البلدان الإسلامية تلتحق بهم، ولكن رفضوا. السبب البسيط، تركيا ما غتعطيش هذا الاعتراف لأنه حارب العثمانيين وانقلب عليهم، وكيف ما قلت ليك هما أصلا اعتمدوا النظام العلماني. المغرب ما عطاهمش الاعتراف، اولا حيت يلاه كان مشغول في مشاكله مع نظام الحمايه، وزيد على هادشي السلطان المغربي يلقب بامير المؤمنين، فما يمكنش يتخلى على لقبه وسلطته الدينيه اللي ورثها على قرون. وايضا بقيه البلدان الاسلاميه رفضت هادشي، حيت الشريف حسين اللي كان كيبين نفسه انه يكون موحد العرب ويأسس مملكه موحده ليهم في الجزيره العربيه والشام، ولكن تبين أنه كان السبب في تقسيمهم بعد ما ضحكت عليه بريطانيا وفرنسا وروسيا، كل ما عارفش اتفاقية سايكس بيكو السرية. وهذا الرفض تجاه الشريف حسين غيبان نهار يهجم عليه السلطان نجد عبد العزيز آل سعود، وحتى حد ما غيهتم باش يعاونه، وتسقط المملكة تاعو وتم نفيه لقبرص وتمهيد الطريق لتأسيس المملكة العربية السعودية الثالثة. وملحوظة علاش قلت عليها الثالثة، حيت سبق لسلالة آل سعود أسسوا المملكة السعودية الأولى والثانية. المهم بعد ذلك اليوم حتى ملك أو سلطان مسلم ما اعلن نفسه خليفة. ودابا مني شفنا قصة إسقاط آخر الخلفاء، أجي نشوف محاولة تنصيب خليفة بإجماع المسلمين عليه. عام 1926 بدأت احتجاجات المسلمين في الراج البريطاني فين كتسمى اليوم باكستان، وكونوا حركة سياسية إسلامية تحت اسم حركة الخلافة تدعو لتنظيم مؤتمر دولي لانتخاب خليفة للعالم الإسلامي، واختاروا عدة أسماء باش يرشحوها للتصويت أو الاتفاق على واحد منهم. ملك مصر فؤاد الأول اللي رفض يكون ضمن الترشيح
حيث كان له رأي بحال تركيا أنه بإمكان البلدان تسير شؤونها الدينية عن طريق مجلس ديني يضم العلماء والفقهاء يصدرون الفتاوى وليس عن طريق رجل واحد. الاسم الثاني في القائمة هو السلطان المغرب المولى يوسف بن الحسن، اللي أصلا أسلافه سبق لهم خداو لقب الخلافة وما كانوش معترفين بالسلطان العثماني كخليفة المسلمين، وكانوا مستقلين عن خلافة السلطان العثماني. ولكن اللي كان معروف أن المغرب في ذيك الوقت كان تحت حكم الحماية الفرنسية والإسبانية، والسلطان ما كانش كيمتلك الاستقلالية الكافية باش ياخد السلطة بهذا الحجم، رغم أنه أمير للمؤمنين في المغرب الأقصى كيف ما فسرت لك في بداية الحلقة. وآخر اسم هو عبد المجيد الثاني، ولكن ما توفرش فيه واحد الشرط، هو عرش الحكم، حيث منذ 1924 أصبح مجرد مواطن منفي خارج تركيا إلى فرنسا. ومن غير هاد الأسماء اللي اختاروا بقى غير شخص واحد، هو الملك عبد العزيز آل سعود. لقاو فيه المواصفات الواجبة. أولا هو ملك، ومملكته تشغل مساحة كبيرة من ضمنها مكة المكرمة والمدينة المنورة أقدس بقاع الأرض، ولكن ما كانش مهتم وعمرو طالب باللقب أو أعلن نفسه خليفة بعد ما أطاح بالشريف حسين، رغم أن نسبه كيرجع الأصول العرب في قبيلة قريش بمكة. والسبب المرجح أكثر أن المملكة السعودية ما بغاتش تحارب المنتظم الدولي كامل لأجل اللقب كيف ما داروا العثمانيين في بدايتهم، وهذا الشيء كان في القرن الثالث عشر، يعني كان زمن مختلف تماما على 1924. ضف على هذا الشيء شهرة العثمانيين كانت واسعة في أرجاء العالم وعندهم دعم من مسلمي آسيا كذلك. أما آل سعود في ذاك الوقت يلاه كانوا في بدايتهم، حتى حد ما كيعرفهم سوى القلة القليلة. وكيتقال أن السبب الثاني علاش ما طالبش عبد العزيز باللقب حيث البلدان الإسلامية كل واحد والتقاليد والمذهب اللي كيتابع. أما مذهب آل سعود كان على شكل حركة إصلاحية، هو محاربة جميع البدع اللي كانت على شكل التبرك بالأضرحة وقبور الأولياء وتدعو لتقديس الله وحده. وسبق للسلطان المغرب المولى سليمان بن محمد تأثر بفكر هذا المذهب وحاول يطبقه ويحارب جميع البدع في المغرب عن طريق إغلاق الزوايا والأضرحة وكذلك وقف القرصنة في البحار، ولكن قامت عليه ثورات، بل حتى الخلفاء السابقين من جميع السلالات اللي كان لازم يحاربوا هذه البدع، ولكن في الآخر أصبحوا جزءا منها. المهم منذ ذلك اليوم لحد الساعة ما بقاتش بانت محاولة فعلية لاسترجاع الخلافة.